بالنسبة لقيام رمضان، هل الأفضل الصلاة في المسجد أم في البيت، سواء للرجل أو المرأة؟ والله الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترغيبه أن صلاة رمضان في المسجد أفضل. هذا الذي يظهر والله أعلم، أن الصلاة في المسجد جماعة مع المسلمين أفضل من الصلاة في البيت كنافلة، والله أعلم. وهل يدخل كذلك المرأة؟ يظهر أنها عامة يعني، والله أعلم. بعض المساجد تصلي 20 ركعة والبعض الآخر يصلي 11 ركعة، فأيهما أفضل؟ لا تجوز المقارنة بين السنة وغيرها، فلا شك أن 11 هي السنة، وما عداها فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقينا بالإجماع، يعني إجماع الجميع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى أكثر من 11 ركعة، حديث البخاري وغيره. وإنما الخلاف جاهل، عمر جمع الناس على 11 وعلى 21، وإن كان نحن نرى بأن الراجح أنه رضي الله عنه جمعهم على 11. فالسنة التي عليها أهل العلم هي 11، ولكن من صلى زائدا عن ذلك فلا حرج عليه، ولكن على شرط أن لا يظن أنها السنة، فالسنة 11 ركعة. فمن وفق إلى أن يصلي السنة 11 ركعة فليفعل، فإن هذا أجر له وأنفع وأفضل عند الله سبحانه وتعالى.